السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض معجنات تنفع للمدارس واللانش بوكس، تنفع للفطار، تنفع للعشاء. حلوة قوي ومغذية وفيها كل العناصر. اول حاجة هنجيب معانا زبدية، ونحط كوباية حليب دافية، ونحط معلقة سكر، ونحط بيضتين، ونحط كيس خميرة فورية، وأقلب كل المكونات دي كده مع بعض. تمام. واحط نص كوباية زيت، وفضل زيت زيتون، واحط معلقة خل، واقلب كل المكونات السايلة كده مع بعض. ونجيب بقى الدقيق بتاعنا. احط كيلو دقيق، عايزة تعملي نص كيلو اعملي نص كيلو، حطي بيضة واحدة ونص المقادير اللي انا حطيتها. تمام. ابتدي بقى ايه، اعجن العجين بتاعي بالشكل ده كده، بس هي بتعوز عجن كتير عشان العجينة تديكي عرق وتطلع النتيجة معاكي كويسة. معايا كوباية مية دافية بنفس الكوباية اللي انا حطيت بيها الحليب. تمام، نفس الكوباية المعيارية اللي هي مج الشاي. ابتدي بقى اعجن العجينة بتاعتي، الم كده كل المكونات كده مع بعض في البولة. لو انت تقدري تعجني في البولة تمام، مش كده بقى تنزلي على الرخامة بقى وتفضلي تعجني فيها حوالي ربع ساعة. وهقولك طريقة العجن ايه عشان العجينة تنجح معاكي. هجيب بقى كوباية مية تاني، وابتدي احط معلقة معلقة كده. تمام، عشان حسيت ان العجينة ناشفة. يعني ممكن تاخد معاك انت كوباية الحليب وكوباية المية. انا خدت معايا حوالي ربع كوباية مية تاني. تمام. تمام. اللي ناس اللايك يحط اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس. انا عملت لميت الدقيق وسبتها شوية عشان العرق ينشط فيها. تمام. وابتدي بقى ايه، شوية دقيق كده على الرخامة، وابتدي اعجن فيها زي ما انتوا شايفين كده. العجينة لسه بتقطع معايا، لازم اعجن فيها تاني. لو لقيتيها ناشفة باللي ايدك مية واعجني فيها تاني. ممكن تسيبيها برضو تريح وتعجني فيها تاني عشان العرق تديك عرق كويس. تمام. اهو. خلاص كده العجينة بتاعتنا بقت ناعمة وملساء وما بتتقطعش معايا. هدهنها بقى زيت من فوق ومن تحت كده، واحطها تخمر في البولة بتاعتي في مكان دافي. تمام كده. تمام. خلاص العجينة بتاعتي خمرت. نبتدي بقى نشكلها مع بعض ونشوف هنشكلها ازاي. عايزة اقول لكم العجينة تحفة. تمام. وهنعمل منها كذا شكل المعجنات. ابتدي بقى كده اكورها ونعم سطح الكورة كده زي ما انتوا شايفين، واغطي العجين بتاعي عشان ما ينشفش. هحط بقى لما اجي افرد هحط نشا، رشة نشا. تمام. بالشكل ده كده. وابتدي بقى افردها على شكل دايرة. تمام كده. واجيب طبق واحطها فيه، وادهن بقى الوش بتاعي بزبدة. تمام كده. وهكذا رشة نشا افرد بيها. تمام كده، على شكل دايرة برضو زي ما قلتلكوا. ويفضل الدوائر كلها تكون قد بعض. وابتدي بقى احط بقى كده. تمام. واحط برضو رشة نشا كده مع ادهن زبدة. وهكذا لحد ما اعمل حوالي 8 صفوف من الكور. تمام. واغطيهم واحطهم ايه بقى ايه في التلاجة. انا هنا طبعا حطيت 16 واحدة، فهاخد نصهم.
واحط برضو رشة نشا كده، وابتدي افرد العجينة بتاعتي على شكل مستطيل. تمام. وافردها كده واقلبها وانا بفردها. وابتدي بقى اقطعها بالشكل ده كده على شكل مربعات. تمام. واحط في كل مربع الحشوة اللي انا عايزاها. انا حطيت جبنة براميلي، واسوي بقى ايه الاطراف كده، لو في ايه طرف مش معدول، الاطراف دي مش هرميها. ابتدي بقى ايه الف كده. تمام. اهو اقفل عليها كويس. تمام كده. وهكذا. ده اول شكل من المعجنات عملناه. تمام كده. اقفل عليها كويس عشان الجبنة ما تطلعش منها. اجيب بقى لبن على صفار بيضة او لبن بس، وادهن الوش كده، واحط بقى حبة البركة، سمسم اللي يعجبك. تمام كده خلصنا. اجيب بقى ايه العجينة التانية ونشوف هنشكلها ازاي. هقطعها كده مربعات، 4/4 قصدي. وبعد كده برضو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. وكل مثلث هقطعه 2. تمام. تمام كده. وبرضو احط الجبنة على الطرف كده. وابتدي بقى الفها بالشكل ده كده. تمام. على شكل الكرواسون بس صغير. عايزة تحشيها شوكولاتة ممكن، بس انا فضلت جبنة، ممكن تبقى جنب الشاي بلبن. حلوة يعني، بتبقى جميلة في الفطار. عايزة برضو تحطيها في اللانش بوكس، وفيها كل العناصر الغذائية. تمام كده. مفيش اسهل من كده. الكيلو الدقيق هيرمي معاكي كتير قوي، وهتوفر عليكي، وهتحطيها في الفريزر، وتطلعي تحطيها في الميكرويف تسخن، او تحطيها على الرخامة وتسيبيها لحد ايه ما التلج بتاعها يفك. عايزة اقول لكم تحفة. لسه طالعة من الفرن اهي، بعد ما حطيناها على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. مخدتش ربع ساعة في الفرن واستوت. مش قادرة اقول لكم طعمها تحفة بجد. ايه رأيكم؟ مورقة وهشة. جربوها قولوا لي رأيكم ايه. متنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. واسيبكم في رعاية الله، احلى واغلى متابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.